حمل الكابتن ناظم شاكر مساعد مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم المدرب الألماني سيدكا مدرب المنتخب الوطني خروج منتخبنا في بطولة الأمم الآسيوية وبطولة الخليج وغرب آسيا بدون أي نتيجة تذكر، وأوضح بأن عدم الاحتفاظ بلقب بطل آسيا يعود إلى أنه مدرب فاشل لا يتمتع بأي ميزة تذكر سوى أنه لديه عيون زرقاء وشعره أصفر. حقيقة مدرب فاشل. يمكن كثير من الأمور نفصح عنها خدمة للبلد وللوطن في سبيل قدوم مدرب يعني إلى خلفية جيدة وإلى اسم في عالم التدريب، لا مجرد أنه مدرب عيونه زرق وشعره أصفر وحامل جنسية يدرب فريق درجة ثالثة في ألمانيا. وقد فشل سيدكا في توظيف اللاعبين بشكل جيد ولم يستطع قراءة أي مباراة في البطولات الثلاث، كونه لا يتمتع بخبرة جيدة تؤهله لتدريب بطل آسيا حسب قول شاكر. ما شفته أنا وما شاف الجمهور من خلال اللاعبين اللي مهاجم يلعب شبه يلعب دفاع، مثل ما شفتوا أنتم في المنتخب والخربطة اللي كانت موجودة من قبل المدرب سيدكا. ووصف شاكر المدرب سيدكا بالفاشل لأنه أصبح لعبة بأيدي بعض لاعبي المنتخب خلال بطولة آسيا. المدرب أصبح لعبة بيد بعض اللاعبين الكبار بصراحة، وأكو ثوابت وأكو كثير من الأمور التفصيلية أنا أملكها يعني حقيقة وأعرفها ما رد أتكلم بها حاليا. خلافا لما انتظرته الجماهير الوفية، خرج المنتخب العراقي بطل آسيا في 3 بطولات مهمة بخفي حنين. ترى هل يبقى الاتحاد مصرا على إبقاء سيدكا في منصبه أم يفكر باستخدام مدرب عالمي مشهور ليعيد الأمجاد للكرة العراقية على الصعيد الدولي في المستقبل القريب؟ سامان بريفكاني، السومرية.